تخيل طفل أمه تموت قدامه فيقرر يسافر آلاف الكيلومترات علشان يلاقي أبوه اللي عمره ما شافه، لكن الست الوحيدة اللي وافقت تساعده تبيعه لعصابة تجارة أطفال مقابل $1000. ده بالظبط اللي حصل في فيلم سنترال ستيشن، وصدقني اللي هيحصل بعد كده أغرب من الخيال. الفيلم بيبدأ بتوضيح محطة قطر كبيرة جدا في ريو دي جانيرو، وبعدين بنكتشف إن في مدرسة اسمها دورا قاعدة هناك بتكتب جوابات للناس الأميين اللي مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، والناس دول بيخلوا دورا تكتب لهم الجوابات وهي بتاخد منهم قرشين حلال كده، وبتاخد الجوابات دي وتروح تبعتها في البوسطة بنفسها. في ست بتيجي مع ابنها الصغير وبتقول انت كنت أكبر غلطة في حياتي، على الأقل تعالى شوف ابنك يا بعيد، تعالى مرة واحدة بس وشوف الولد ده. ونازلة شتم في الراجل، مش عارفين بتشتم مين بالظبط. ودورا لمت كل الجوابات دي وركبت القطر ورايحة على بيتها. بترجع بيتها وهناك بتمسك الجوابات دي هي وزميلتها في الشقة اللي اسمها روبي، وبيقعدوا يقروها جواب جواب. وهنا لازم اقول لكم نقطة مهمة قوي، دورا مش بتبعت الجوابات دي كلها، هي بتبعت اللي على مزاجها بس. الجواب اللي بعده كان مكتوب لواحد اسمه جيسوس، يعني يسوع. فروبي بتبص وبتقول لها هو الناس بيكتبوا جوابات ليسوع؟ ايه الجنان ده؟ فدورا بتقول لها لا، النهارده جت ست مع ابنها وكان بتكتب لجوزها جواب، وجوزها ده اسمه جيسوس. فدورا كانت لسه هتقراه، فروبي قالت لها ما تقريش الجواب ده يا شيخه، الجواب ده باين منه ان جيسوس ده ما جاش عشان يشوف ابنه خالص، ابعتيه يمكن ابوه يجي يشوفه. فدورا ردت وقالت بس الست دي كانت بتخليني اشتم فيه واهزقه، شكل الراجل ده كان سكير وبتاع خمره، ولو قرا الجواب ده ممكن يرجع يضربها ويروقها، ولو رجع هتكون مشكله كبيره قوي. بصي انا هحطه في الدرج هنا، والاسبوع الجاي هبقى ابعته ونشوف. تاني يوم دورا بترجع المحطة وبتفتح شغلها، وبتيجي نفس الست بابنها الصغير تاني وبتقول لها هو انتي بعتي الجواب بتاعي؟ فدورا بتقول لها لا هبعته النهارده. فالست بتقول لها كويس انك ما بعتيهوش، انا شتمت فيه كتير قوي وزودتها حبتين، ارجوكي قطعي الجواب ده واكتبي لي واحد جديد. وبتبدأ تكتب لها جواب جديد، والمرة دي الست بتقول بمنتهى الرقة عزيزي جيسوس، ابنك جوزيه نفسه يشوفك، أرجوك تعالى زوره مرة واحدة بس واتكلم معاه. وفي الوقت ده كان جوزيه الصغير الشقي كان مسك النحلة اللعبة بتاعته وقاعد يلعب بيها على الترابيزة ويخبط بيها. فدورا بتشخط فيه وتقوله انت بني آدم ولا قرد، مش عارف تقعد ساكت دقيقة؟ فالست بتاخد الجواب وابنها وتطلع برا، وجوزيه برا قاعد يلعب باللعبة بتاعته، وهو بيعدي الشارع اللعبة بتاعته بتقع منه، بيروح يجري علشان يجيبها، وأمه بتفضل واقفة في نص الشارع ومش عارفة تتصرف. وفجأة أتوبيس بيجي بسرعة، وأم جوزيه بتقع تحت الأتوبيس وتموت في ساعتها. وطبعا الولد الصغير جوزيه مش فاهم ايه اللي حصل ده، ودورا شافت كل اللي حصل ده من بعيد. وبالليل جوزيه بيفضل قاعد في محطة القطر مش عارف يروح فين، لأنه ما يعرفش حد في البلد دي. ودورا لسه قاعدة بتكتب جوابات للناس، فجأة جوزيه بيجي يقعد قدامها ويقول لها عايز أكتب جواب لبابا. فدورا بتقول له ماشي يا حبيبي، قولي عايز تكتب ايه؟ فبيقول لها اكتبي يا بابا تعالى بسرعة على محطة ريو، ماما اتعورت جامد قوي. فدورا بتقول له يا ابني كتابة الجواب وان انا ابعته بتتكلف $2، معاك فلوس؟ فالولد بيعيط ويقول لها الفلوس مع ماما، لما ترجع هتديكي. وكان الغلبان مش فاهم ان مامته خلاص ماتت، فاكرها مصابة وفي المستشفى وهتخف وترجع له. فدورا بتقول له بص يا حبيبي، لو ما عندكش فلوس مش هعرف اكتب لك الجواب اللي امك كتبته، انا هبعته لك، يلا امشي من هنا وبلاش تعطلني. فجوزيه بيمشي وهو زعلان جدا، ودورا بتخلص شغلها وتركب القطر، وجوزيه بيفضل واقف بره بيبص عليها، ما هو ما يعرفش حد غيرها. القطر بيتحرك والولد بيجري ورا القطر بكل قوته، بس القطر بيبعد ويختفي. فبيقعد على شريط القطر وهو متدمر، وبعدين بيروح كنيسة قريبة بيشوف تمثال للسيدة العذراء، فالمنظر بيقطع قلبه ويفتكر مامته. وبما انه مش هيعرف يشوف امه تاني بيقعد هناك ويصلي ويقول يا رب اخليني اقابل بابا. في الليلة دي جوزيه بينام في محطة القطر على الارض، وتاني يوم بتيجي دورا وتشوف جوزيه نايم جنب زبالة المحطة، فقلبها بيحن عليه شوية، وبتروح تجيب له سندوتش وبتجيبه وتقول له خد كل ده. فالولد بيرد بغضب ويقول لها مش عايز، انا اكلت خلاص. ودورا بترجع لشغلها، ولما بيجي وقت مشي دورا بتشوف راجل غريب واقف بيتكلم مع جوزيه. فدورا عارفة كويس ان المكان ده مش امان للاطفال، والراجل ده كان شكله مش مريح خالص. فبتروح على طول وتقول للراجل الولد ده انا اعرفه، امشي انت انا هتصرف معاه. ولما الراجل بيمشي بتقول لجوزيه يا نص تذكرة انت، اسمع كلامي. فالولد بيقول لها انا ما اسميش نص تذكرة، اسمي جوزيه.
فبتقول له ماشي يا سيدي، بس انا هناديك يا نص تذكرة برضو، المكان ده مش امان، تعالى معايا بيتي. فبيقول لها لو جيت معاكي امي لما ترجع هتستناني هنا ومش هتلاقيني. فبتقول له امك مش هترجع خلاص، امك ماتت. فبيقول لها انتي كدابة، امي ما ماتتش. فدورة بتعكر مزاجها وبتقول له انا قلت اللي عندي وانت حر بقى، وبتركب القطر وتطلع. بس جوزيه كان جعان جدا ومش نايم كويس من امبارح وما قداموش حل تاني، فبيروح معاها لبيتها. ودورة بتحكي لروبي عن جوزيه وبيقعدوا ياكلوا سوا. ودورة بتسأله انت تعرف ايه عن باباك يا حبيبي؟ فبيقول لها بابا نجار شاطر قوي، بيعمل كراسي وترابيزات وحتى بيوت خشب جميلة. فبتقول له خلاص ما تقلقش، هو اكيد هيجي ياخدك. والتلفزيون بتاع دورة كان قديم ومش واضح، فجوزيه بيتخانق ويقعد يلف في الشقة وبيشوف صورة قديمة، فبيعرف ان دورة كانت مدرسة ثانوي زمان. وبيبص على الترابيزة اللي فيها الجوابات اللي دورة ما بعتهاش، وبيلمح جواب امه في وسطيهم. فهي بتبص عليه وبتشوفه وبتزعق له وبتقول له انت بتمد ايدك في حاجتي ليه من غير اذن؟ فبيقول لها بدل ما تزعقي لي قولي لي ليه ما بعتيش جواب امي لحد دلوقتي. فبتقول له يا نص تذكره انت قاعد في بيتي وبتستجوبني؟ فبيقول لها هاتي الجواب ده انا هروح لبابا بنفسي. فبتقول له يا ابني ابوك ده عايش على بعد الاف الاميال، هتسافر له ازاي انت؟ فبيقول لها ماليش دعوه، هاتي الجواب وانا هسافر له. وبيعلي صوته ويصرخ. فدورة بتقول له خلاص خلاص اجهز بكره وانا هوديك مكان يوصلوك لابوك. وتاني يوم دورة بتاخده توديه لعصابة تجارة اطفال بيبيعوا العيال للناس اللي ما بيخلفوش وبياخدوا مقابلهم فلوس. وجوزيه بيفهم ان الناس دول مش هيودوه لابوه ولا حاجة، والعصابة دي بتدي دورة $1000. ودورة بتاخد الفلوس وطايرة من الفرحة ومستبيعة بالولد. $1000 دول دورة بتروح تشتري تلفزيون جديد للبيت. فروبي بتسألها جبتي فلوس التلفزيون ده منين؟ فبتقول لها بعت ختمة ذهب. فروبي بتسألها طب والولد النص تذكرة راح فين؟ فبتكذب وتقول لها ده راح يدور على ابوه. فروبي بتقول لها انت بتقولي ايه؟ عيل صغير يسافر آلاف الاميال ازاي لوحده؟ فدورة بتقول لها فكك بقى وتعالي نتفرج على التلفزيون الجديد. فروبي بتتنرفز وتقول لها ما تغيريش الموضوع يا دورة، عملتي ايه في الولد؟ فبتعترف دورة انها باعته لعصابة تجارة اطفال وانهم ادوها فلوس وجابت بيها تلفزيون. فروبي بتتجنن وتقول لها انت مجنونه، فاكره الناس دول هيودوه لناس طيبين؟ دول ممكن يبيعوا كليته ولا اعضاء ولا يقتلوه، انت ازاي تعملي كده؟ هنا بس دورة بتستوعب الجريمه البشعه اللي هي عملتها وما عرفتش تنام طول الليل. وتاني يوم بتروح لنفس العصابه وبتستعبط وتقول لهم انا عندي عيال تانية كتير عايزين تاخدوهم، وبتوريهم صور. فالست بتقول لها استني اسال شريكي جوه، وبتدخل جوه. فدورة بتتسحب وتدخل تصحي جوزيه اللي كان نايم وتقول له انت يا نص تذكرة بلاش صوت، قوم معايا بسرعة. وقبل ما تطلع بيه العصابة بيشوفوها ويمسكوها، بس دورة بتعافر وتضربهم وتاخد جوزيه وتهرب. وقميصها بيتقطع في الخناقة وبتقفل الباب عليهم بره وبتهرب. وبتتصل بروبي وتقول لها لو حد جه البيت يسأل عليا ما تفتحيش. بس العصابة كانوا وصلوا البيت وقاعدين بيشربوا شاي مع روبي، وروبي بتتكلم بألغاز علشان محدش فيهم يفهم. فدورة بتفهم ان العصابة عندها في البيت، فبتقول لروبي صرفيهم بأي طريقة، انا مش هعرف ارجع للبيت كذا يوم. وبتقفل الخط وبتقول له جوزيه ما تقلقش هنروح ندور على باباك سوا. فالولد بيقول لها مش عايزة اروح معاكي في حتة، سيبيني في حالي. فبتقول له يا ابني انا لسه مخلصه حياتك من العصابه دي. فبيقول لها ومن الاول مين اللي وداني عندهم؟ سيبيني اروح لابويا لوحدي، اديني بس حبه فلوس. فهي بتديله قرشين وبيروح يشتري تذكره وبيركب الاتوبيس. ودورة طبعا مش عارفه تروح فين، البيت خطر والمكان هنا خطر ومش بتقدر تسيب الولد لوحده. فبتقوم شاريه تذكره وراكبه معاه في نفس الاتوبيس. وجوزيه بيكون مش طايق يبصلها، والسفر بيكون طويل والاتوبيس بيقف في استراحه. فجوزيه بيدخل محل هدوم ودورة بتسأله بتشتري ايه؟ فبيقول لها عايز البس نظيف لما اقابل بابا، اشتري لي طقم جديد. فبتشتري له لبس جديد وبتشتري لنفسها قميص بدل اللي اتقطع. وبتقول له اركب انت الاتوبيس عقبال ما اشتري حاجه. فبيقول لها هتشتري ايه؟ فبتقول له عصير يا سيدي، اركب انت بس. ودورة بتطلع ازازه وتشرب منها، طلعت خمره مش عصير. فجوزيه بيقول لها هاتي حبه عصير، وبتقول له ده بتاع الكبار يا حبيبي مش ليك. فجوزيه بيبص للراجل وراه وبيقول هو ده بابا؟ فدورة بتقوله لا مش هو ده، بس الراجل الكركوبة ده يشبه أبايا، وأبايا ده كان راجل قاسي ومفتري، ساب أمي وأنا صغيرة واتجوز غيرها، ولما بقيت في سنك أمي ماتت وسابتني لوحدي، عشان كده ما عنديش مشاعر ولا حب لحد، وعشان كده بعتك للعصابة عشان الفلوس، سامحني يا جوزيه. والاعتراف ده بيخلي غضب جوزيه يقل ويهدى ناحيتها. وبالليل دورة بتنام وجوزيه بيسحب إزازة الخمرة وبيشرب منها كتير، فبيسكر ويقعد يسخسخ في آخر الأتوبيس ويقول أنا اسمي جوزيه ورايح لأبويا النجار الجامد. فالناس بيضحكوا عليه ودورة بتصحى وتاخده تقعده جنبها بالعافية.
وتاني يوم الصبح الأتوبيس بيقف للفطار، وجوزيه كان نايم مش حاسس بالدنيا. فدورا بتحس ان الواد بيكرهها ومش عايزها معاه، فبتاخد حق تذكرة العودة بتاعتها بس، وتحط باقي الفلوس والتذاكر في الشنطة جنب جوزيه عشان يكمل لوحده. وبتنزل وتوصي السواق بتاع الأتوبيس انه ينزله في محطته وتديه قرشين، وبتقعد في الاستراحة مستنية أتوبيس الرجوع. فبتبص وراها تلاقي جوزيه قاعد جنبها، فبتتخض وتقوله انت بتعمل ايه هنا، مركبتش ليه؟ فبيقولها انتي اللي نزلتي وسبتيني. فقالت له طب فين الشنطة اللي فيها الفلوس؟ فبيقولها في الأتوبيس. فبتجري دورا بره تلاقي الأتوبيس مشي بالفلوس كلها وما عندهمش كده ولا مليم. فبتروح ترجع تذكرتها ويقولها التذاكر مش بترجع، وتقول شكلنا هنشحت عشان نجيب فلوس للسفر. وبيجي سواق نقل طيب يجيب لهم أكل، ودورا بتحكي له المشكلة، فبيوافق يركبهم معاه ببلاش عشان هو رايح نفس البلد اللي أبوه ساكن فيها. وبيركبوا النقل، وجوزيه بيقول للسواق أنا لما أكبر هبقى سواق نقل زيك. فالسواق بيقف ينزل بضاعة المحل، وجوزيه بيدخل المحل ويسرق أكل كتير ويجري لدورا، وبدل ما تضربه وتقوله انت غلطت بتقوله دول الشوية اللي انت جبتهم بس شوف أنا هعمل ايه. وبتدخل تسرق أكل أكتر، بس صاحب المحل بيمسكها ويقول لها وريني الشنطة دي. فالسواق بيتدخل ويحرج صاحب المحل ويقول له انت بتشك بصاحبتي، انا بعاملك من سنين وبتشك فينا. فالراجل بيتكسف ويقول لهم خلاص خلاص امشوا. وبيرجعوا للنقل وبيقعدوا ياكلوا الاكل المسروق، والسواق بيضحك وياكل معاهم. فالسواق بيقعد جوزيه على حجره ويخليه يسوق الشاحنة دي، والولد بيبقى طاير من الفرحة. وبالليل بيقفوا يرتاحوا وجوزيه بينام، ودورا والسواق بيقعدوا يتكلموا. وتاني يوم بينزلوا ياكلوا، ودورا بتقول لجوزيه روح العب بعيد شوية. فبتمسك ايد السواق وتقوله عايزة اقولك حاجة مهمة، وبتدخل الحمام تحط روج. فالسواق بيفهم انها معجبة بيه، لكنه بيخاف من الارتباط وبياخد عربيته ويمشي ويسيبهم. فدورا بتنجرح جدا، وبيوقفوا عربية تانية. الراجل بيقول لهم مش بركب العربية بتاعتي ببلاش. فبتديه دورا ساعة اليد بتاعتها فبيركبهم. والعربية دي كان فيها ناس رايحين مولد ديني وبيغنوا، وجوزيه قعد يغني معاهم. وبيوصلوا العنوان في بلد أبوه، وبيوصلوا للبيت بتطلع ست بعيالها، ودورا بتسأل جيسوس هنا؟ فبتنادي جوزها. جوزيه بيفتكروا أبوه، بس الراجل بيقول جيسوس النجار كان عايش هنا، بس كان بيتعاطى خمرة وضيع كل فلوسه، فطردوه من القرية وراح القرية اللي جنبنا. فجوزيه بيتنكد قوي. وبالليل بيكون في احتفال بالشموع في البلد، فجوزيه بيقول أنا جعان مش قادر أمشي. فدورا بتعصب وتقول له أنت أكلت، لكن أنا ما حطيتش في بقي لقمة، أنا إيه اللي جابني معاك؟ لو عليا كنت سيبتك للعصابة وما رجعتلكش لولا روبي. الكلام بيجرح جوزيه قوي وبيهرب ويختفي في الزحمة. فدورا بتدور عليه وتناديه وتتأسف له، من التعب والجوع بتقع مغمى عليها في الشارع. وبتصحى الصبح تلاقي راسها في حجر جوزيه قاعد هو حارسها طول الليل. ودورا بتحس لأول مرة بحنان حقيقي، وتحس كأن جوزيه هو أمها اللي افتقدتها. ما بيكونش عندهم فلوس فبيروحوا القرية التانية، وجوزيه بتجيله فكرة جبارة ينادي الناس ويقول اللي عايز يتصل بأهله البعاد، اللي عايز يكتب جواب لأهله يجي هنا، جواب $1 وتوصيل $1. الناس بيتجمعوا، ودورا بتقعد تكتب جوابات وتجمع فلوس كتير قوي، وبتصوروا صورة مع بعض عند تمثال. وجوزيه بيشتري فستان هدية لدورا من فلوسه، وبيروحوا القرية التانية وبيسألوا عن جيسوس. فبيوصلوا للبيت بيخرج منه شاب، الشاب بيقول أنا مش جيسوس، ده بابا، بس بابا مشي من فترة ومرجعش. فدورا بتتصل بروبي وتطمنها وتقول لها بيعي التلفزيون والتلاجة وكل حاجة في الشقة. وبيكتشفوا ان الشاب ده واخوه الصغير هم اخوات جوزيه من ابوه. اخواته بياخدوه الورشة وبيوروه شغل النجارة وبيدوه لعبة جديدة ويلعبوا معاه، وبيحكوا لدورا ويقولوا لها امنا ماتت وبابا اتجوز ام جوزيه وكانت احن علينا من امنا، ولما زعلت مع بابا ومشت بابا اتجنن وقعد يسكر ويدور عليها في ريو دي جانيرو ومرجعش. وبيطلعوا جواب ابوه المكتوب لام جوزيه، ودورا بتقراه لهم بالدموع، وبيقول أنا جاي ريو أدور عليكي عشان نلم شمل عيلتنا تاني. وبالليل دورا بتقول لجوزيه أبوك بيحبك وجاي يدور عليكو، واخواتك دول بيحبوك قوي وطيبين مع إنهم ما يعرفوش إنك أخوهم، تخيل لما يعرفوا هيعملوا إيه. فأخوه الكبير بياخد جوزيه ينيمه جنبه. والصبح بدري دورا بتصحى وتلبس الفستان الجديد اللي جابهولها جوزيه وبتحط روج، وبتدخل تبص على جوزيه بتلاقيه نايم في أمان بين إخواته.
فبتطمن ان مهمتها خلصت وانه في امان، وبتسيب جواب امه اللي كان معاها جنبهم وبتتسحب وتهرب على محطة الاتوبيس. وجوزيه بيصحى ما بيلاقيهاش وبيجري على المحطة، بس الاتوبيس بيكون مشي خلاص. فدورة جوه الاتوبيس بتكتب له جواب وتقول: عزيزي جوزيه، طول حياتي بكتب جوابات للناس وما كتبتش لنفسي جواب قبل كده. ما تقلقش، ابوك هيرجع وانا مطمنة عليك لانك مع اخواتك اللي هيحموك. انت بقيت كل حاجة ليا في الدنيا. لما تكبر ابقى سواق نقل زي ما بتحلم، ولما توحشني او تعوز تشوفني تعالى محطة ريو دي جانيرو، هتلاقيني قاعدة بكتب جوابات زي ما انا. ولما توحشني بص في الصورة اللي معانا احنا الاتنين. ودورة بتمسك الميدالية اللي فيها صورتهم سوا وتبص لها وتبتسم بدموع، وجوزيه من بعيد بيبص في نفس الميدالية والصورة ويعيط. وبكده بينتهي الفيلم. قول لنا بقى في التعليقات، لو انت مكان دورة كنت هتروح توصل الولد ولا هتقول ماليش دعوة؟ لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك بقى، ولو لسه مش مشتركين اشتركوا بقى. بحبكم كلكم وباي باي بقى.